النهارده هنستعرض افضل 5 افلام مصريه سنه 2018 من وجهه نظري. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم الحلقات الجديده، ويلا بينا نبدا. الفيلم رقم 5 معانا فيلم بني آدم. بيقدم لنا شخصية قريبة من مفهوم البطل المأساوي، شخص واثق في نفسه زيادة عن اللزوم، شايف انه مسيطر على كل حاجة، لكن عنده نقطة ضعف واحدة قادرة تهد العالم ده كله. آدم اللي بيجسده الفنان يوسف الشريف، مجرم محترف وعضو مهم في عصابة. من أول مشهد بنشوفه هو بيقود عملية سطو على بنك بدقة وقسوة، ومفيش غلط ومفيش رحمة. لكن في نفس الوقت آدم عايش حياة تانية خالص، زوج هادي وأب مخبي حياته عن مراته وابنه، وبيمثل دور رجل الأعمال. الحياة المزدوجة دي هي الشرخ الحقيقي في شخصيته، وهي اللي بتفتح باب الصدام والمصير المحتوم. الفيلم بيعتمد بشكل اساسي على التوءات الحبكه، بعيب عليه بس انه ما بيديش مساحه كافيه نفهم فيها ادم كانسان، مش بس كمجرم. مش بنشوف جذور ولا اسباب تخليه قريب مننا او نتعاطف معاه. رغم كده الفيلم بيطرح اسئله مهمه عن الحياه والموت والمصير، واسم ادم نفسه مش اختيار عشوائي، لكنه اشاره لبدايه جديده وخروج من عالم لعالم ودفع ثمن الاختيارات. فيلم بني ادم تجربه جريئه ومختلفه، محاوله لنقل عالم يوسف الشريف التشويقي من التلفزيون للسينما. فيلم مش كامل ايوه، لكنه غني بالافكار ويستحق يتشاف. الفيلم الرابع معانا فيلم يوم الدين. الفيلم بيحكي رحلة بشاي، مريض متعافى من الجذام، بيترك القاهرة عشان يدور على عيلته في قنا. ورحلة الطريق هنا مش بس انتقال جغرافي، لكنها رحلة نفسية وإنسانية، فيها الصبر والألم والبحث عن الانتماء، التعامل مع مجتمع بيرفض المختلف. أبو بكر شوقي اختار الممثل راضي جمال لأنه بالفعل متعافي من الجذام، والاختيار ده أضاف واقعية كبيرة للشخصية. الرحلة في الفيلم هي قلب الفيلم، ما توظفتش بصريا بشكل كامل. فراي المفروض يركز على المكان، على كل وسيلة انتقال وكل تفصيلة الرحلة اللي بتغير البطل داخليا. لكن هنا الانتقالات فجائية وغير مبررة، من النيل للصحراء، ومن الحمار لعربية البضائع، وبعدين للقطر. وحتى موت الحمار جه بدون أي بناء أو معنى درامي واضح. كان التركيز كله على شكل الموقع والتصوير، مفيش اهتمام بكيفية تأثير المكان على المشاهد أو المشاعر. لكن رغم كل ده يوم الدين تجربة مهمة. شجاعة المخرج في التعامل مع موضوع حساس وغير مطروق قبل كده في السينما المصرية، اختياره الممثل حقيقي بيعاني من المرض اللي بيحكيه الفيلم، ده كله خلاه فيلم مختلف. موسيقى والصورة والتمثيل الطبيعي للبطل، كلها عناصر اعطت للفيلم طابع انساني حقيقي. يوم الدين مش فيلم كامل، لكن قيمته في جراءته وموضوع مختلف. فيلم بيتكلم عن الحكاية الإنسانية قبل أي حاجة، عن النضال ضد التمييز، وعن البحث عن الذات والانتماء. الفيلم الثالث معانا فيلم ليل خارجي. المخرج احمد عبد الله ما بيحكيش قصص تقليديه، هو بياخدك مشوار عابر في شوارع القاهره، بس كعاده المدينه دي ولا حاجه فيها عابره، كل حاجه ليها معنى حتى لو ما اتقالتش. بطل الفيلم مخرج شاب في اوائل الثلاثينات، عمل فيلم واحد ولسه بيدور على نفسه. خرج من علاقة حب ودخل على مرحلة شك، هو مين وعايز ايه، هو فعلا مخرج ولا مجرد واحد بيحاول. القاهرة هنا مش خلفية، القاهرة شخصية رئيسية في الفيلم. مدينة بتضغط وبتقابل ناس ببعض غصب عنهم، بتخلق صداقات مش باختيارك لكن بضرورة القدر. رحلة بتجمعه بشخصيات من طبقات مختلفة، ناس على الهامش، كل واحد شايل خيبته بطريقته. تاكسي واحد، مشوار واحد، وليل واحد، كافلين انهم يعروا الجميع. الفكرة البسيطة دي هي سر قوة الفيلم، انك ممكن تبقى على بعد محطة مترو واحدة من عالم تاني تماما. سينما احمد عبد الله دايما مهتم بالبطل اللي لسه موصلش، ابطال غير مكتملين، علاقات مبتورة، واحلام واقفة في النص. من اوائل افلام زي هليوبلس لميكروفون لفرش وغطا، دايما في محاولة لفهم الذات وسط مدينة قاسية وحنونة في نفس الوقت. السؤال اللي الفيلم سابه معلق، هل ليل خارجي فيلم مستقل ولا تجاري؟ الحقيقة انه مش مهتم بالإجابة، هو واقف في النص. فيلم بسيط في شكله، عميق في إحساسه، يقدر يتشاف بسهولة لكن يتفهم بصعوبة، ودي ميزة مش عيب. فيلم ليل خارجي عن الوحدة وسط الزحمة، وعن ان القاهرة ممكن تجمع ناس ما بينفعوش لبعض بس يكملوا بعض الليلة دي على الأقل. فيلم رقم 2 طلق صناعي. حسين مواطن مصري عادي، زوج وأب على وشك استقبال طفلين توأم. الدنيا قافلة معاه من كل ناحية، كل محاولات الهجرة لأمريكا بتترفض. في لحظة يأس بتيجي له فكرة مجنونة، يدخل السفارة الأمريكية مع مراته الحامل عشان تولد جوه السفارة، عشان العيال يطلعوا أمريكان. طبعا الخطة ما بتمشيش زي ما هو متخيل، الأمور بتفلت. حسين بيلاقي نفسه ماسك سلاح ومحتجز موظفين أمريكان ومصريين جوه السفارة. تتحول الأزمة لقضية أمنية كبيرة يدخل فيها مدير أمن القاهرة والسفير الأمريكي، كل واحد بيدور على حل يخدم مصالحه. عقلك تلقائيا هيفتكر فيلم الإرهاب والكباب 92. الفكرة واحدة تقريبا، إنسان بسيط طلبه إنساني، والظروف بتزقه لحد ما بيتحول من غير تخطيط لمحتجز رهائن. الفيلم ماشي من أوله لآخره في سكة الكوميديا السوداء، وده اختيار ذكي. ماجد الكدواني شايل الفيلم على كتافه، أداء إنساني ساخر ومكسور في نفس الوقت. الجمل الكوميدية كتير وبعضها فعلا ذكي وبيوجع قبل ما بيضحك. فيلم طلق صناعي طرح أسئلة مهمة عن الهجرة واليأس والحلم الأمريكي، فعلا فيلم يستحق تجربة المشاهدة.
الفيلم رقم 1 وأفضل فيلم سنة 2018 في رأيي فيلم تراب الماس. في رأيي الفيلم مش جريمة بالمعنى المعتاد ولا حكاية انتقام تقليدية بتبدأ بظلم وبتنتهي بعقاب. هو فيلم عن اللحظة اللي الإنسان فيها بيقف قدام نفسه ويسأل هل أنا بعمل الصح ولا أنا بس لقيت مبرر للعنف. بطل الفيلم مش سوبر هيرو ولا حتى مجرم واضح، هو إنسان عادي جدا، صيدلي هادي عايش على الهامش، حياته ماشية بنظام لحد ما حادثة واحدة بتكسر التوازن ده كله. موت الأب مش مجرد حدث درامي، لكنه الشرارة اللي بتفتح باب قديم ومسكوت عنه، باب العدالة الغيبية والقانون اللي ساعات بيقف عاجز أو متواطئ. الفيلم هنا ذكي لأنه ما بيقولكش خد حقك بإيدك بشكل مباشر ولا بيشيطن الفكرة تماما، هو بيسيبك في النص في المنطقة الرمادية. كل خطوة البطل بياخدها محسوبة، مش بدافع الغضب بس لكن بدافع الإحساس إن العالم مش ماشي صح وإن في ناس بتفلت دايما. العنف في تراب الماس مش استعراض، مفيش دم زيادة ولا كاميرا بتتلذذ بالمشهد. العنف هنا بارد عقلاني، وده اخطر نوع لانه بيخليك تحس ان اللي بيحصل منطقي. ده اكبر لعبه نفسيه بيلعبها الفيلم على المشاهد. الاخراج بيلعب على الهدوء، الكادرات ثابته والاضاءه داكنه، والقاهره باينه مدينه خانقه مش مدينه حركه ودوشه. اهم قوه في تراب الماس انه ما بيقدمش اجابات جاهزه، هو فيلم بيشككك في مفهوم العداله نفسها. هل العداله معناها ان الشرير يتعاقب ولا ان المجتمع يفضل متماسك حتى لو على حساب الضحيه؟ وهل العنف لما يبقى مبرر يفضل عنف ولا يتحول لحق؟ في الاخر تراب الماس بيقولك ان الخطر الحقيقي مش في الشرير الواضح لكن في الانسان العادي لما يقتنع ان عقله اعدل من اي قانون. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت من السلسله واستنوا في الحلقه الجايه عشان نستعرض مع بعض افضل افلام سنه 2019. قولوا لي في الكومنتات ترتيبكم الشخصي الافضل للافلام. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في الحلقه الجايه. سلام.